الشركسية من وصفات جدتي، كانت بتقولنا انها اكلة الملوك. عملتها بطريقتي ومتأكدة ان هي هتعجبكم. اول حاجة في وصفتنا النهاردة هنسلق الفراخ. قبل ما نسلقها انا بحب اشوحها الاول في معلقة من السمنة مع معلقة من الزيت. استخدمت هنا كيلو من صدور الفراخ، وبدأت ان انا هشوحه على الجنبين لحد ما ياخد لون حلو زي ما انتوا شايفين كده. بعد ما بياخد لون حلو بقلبه على الناحية التانية، وبعد كده ببدأ أضيف عليه المطيبات اللي احنا بنحبها. أنا ضفت بصلاية، وبحب أضيف كمان كرفس، وطبعا حبهان، ورق لورا، كل الحاجات اللي انتوا بتحبوها ضيفوها. وتبلت بملح وفلفل بس، وبعد كده ضفت عليها المية السخنة تغطيها وهسيب الفراخ بتاعتنا تستوي كويس جدا. وده شكل الشوربة والفراخ بعد ما استوت. عملت شوربة حلوة جدا جدا. بعد كده هنبدأ نعمل الرز. حطيت معلقتين سمنة مع معلقة زيت، وضفت الرز المغسول بس، وهقلبه شوية مع السمنة والزيت والملح. وبعد ما اشوحه كويس قوي هضيف المية السخنة، واول ما يشرب ميته هغطي عليه واسيبه يكمل سوا. والصوص الشركسية ضفت قطعة زبدة كده كويسة مع معلقة زيت، وضفت عليها بصلاية متوسطة. هقلبها كده، أول ما تبدأ تغير لونها هضيف عليها عين الجمل المفروم. استخدمت كوباية، وكل المقادير بالظبط هكتبها لكم تحت الفيديو. وهقلبهم مع بعض تقليبة، وبعد كده هفرم التوست وبرضو أضيفه عليهم. استخدمت حوالي 5 من التوست، شلت منهم الأطراف وفرمتهم برضو، وهضيفهم على الخليط بتاعنا. وهبدأ أقلبهم كويس قوي. هقلبهم لحد ما لونهم يبدأ يغير ويتحمصوا. وطبعا وانا بقلب هضيف التوابل. النهاردة انا استخدمت ملح وفلفل واي توابل للفراخ متوفرة عندكم. هفضل برضو اقلب فيهم كده كويس جدا لحد ما اوصل للون اللي انتوا شايفينه ده. هما كده اتحمصوا كويس قوي واخدين لون حلو. هضيف بعد كده الشوربة. ضفت حوالي 3 كوبايات من الشوربة، وطبعا ممكن نزود في الكميات زي ما تحبوا. بعد ما ضفت 3 كوبايات من الشوربة هضيف كوباية واحدة من الكريمة. وزي ما قلت لكم كل المقادير هتلاقوها تحت الفيديو. هسيبهم يغلوا مع بعض ويكملوا سوا ويعملوا صوص حلو، وبعد كده هفرمهم بالهاند بلندر او بالخلاط لحد ما اوصل للقوام اللي انتوا شايفينه كده. قوام مظبوط جدا وريحة الصوص خطيرة. وكده خلاص اكلتنا جاهزة انها تتقدم. جربوها ومتأكدة ان انتوا هتحبوها جدا جدا.